يقتل القتيل ويمشي في جنازته ويقوم يطبخ احلى صينيه بطاطس باللحمه. الدنيا ايزي يا عزيزي. سفاح الجيزة مسلسل بيتعرض على منصة شاهد حاليا، بيحكي عن قصة حصلت في الواقع، جرائم نصب على قتل كومبو إجرامي لطيف. المسلسل مطلع السفاح أو جابر على إنه شخص سايكوباتي مركز بشكل كبير جدا على صفاته المتناقضة. أي بني آدم يقدر يعمل ما بداله لو صدق إن كل عقدة وليها حلال. الراجل المتدين اللي بيحب يسمع بدرية السيد وفي نفس الوقت بيطبخ وبيقتل عادي جدا كأنه رايح يغسل سنانه. كتير من جمهور السوشيال ميديا شبهوا السفاح أو جابر بشخصية هانيبال أو جيفري دامر بسبب السايكوباتية أو التناقض اللي ظهر في أول حلقتين واللي خلق شخصية مثيرة جدا. وفي وسط التعليقات ظهر تعليق من أخت سفاح الجيزة الحقيقي اللي هو القذافي فراج، وقالت على فكرة اللي اتعرض في المسلسل ده محصلش في الواقع. ورد صناع المسلسل إن في حاجة اسمها معالجة درامية وإحنا مش بنعمل دوكيومنتري على سفاح الجيزة، ولكن حقيقة قصة سفاح الجيزة أو القذافي فراج هي إيه؟ هو شخصية مريضة نفسيا ولا مجرد نصاب؟ هل المسلسل بيعرض القصة الحقيقية ولا خيال المؤلف؟ القذافي كان راجل أربعيني عادي خريج كلية حقوق واشتغل في العقارات، وكانت أول جرايمه هي نادين واللي ابتدى من عندها المشوار. قدم لها عرض من منتج إعلانات سوري وقال لها إنها هتعمل جولة في كذا بلد هتعمل فيها إعلانات، وبالفعل نادين لقطت الطعم وودعت أهلها وراح. وكان في الوقت ده القذافي مدبر لقتلها، وبعد ما قتلها وأهلها فاهمين إن هي أصلا سافرت وبتواصلوا معاها عن طريق المسجات راح اتجوز أختها فاطمة الزهراء. يا حبيبتي جاهزة تكلمي مامتك؟ كان في الوقت ده القذافي ليه صديق اسمه رضا عبد اللطيف بيشتغل مهندس في دولة عربية. القذافي أقنع المهندس رضا إنه لازم يستثمر فلوسه في العقارات، وبدأ رضا يبعت له فلوس كل شهر عشان يشغلها له. وبعدها بفترة قلق رضا وقال انزل مصر اطمن على فلوسي وعقاراتي. لما رجع رضا وفكر يسأل على فلوسه راح مجرجره القذافي في أكلة حلوة مسمومة وراح ضربه على دماغه بحديدة وقتله ودفنه في شقة في بولاق. وراح يدور على رضا مع أهله ولا من شاف ولا من دري. وفي الوقت ده كان بدأ يحصل مشاكل كتير بينه وبين مراته، فراح قتلها هي كمان وقطعها وحطها في الديب فريزر ودفنها برضه في شقه بولاق. وبعدها راح مجدد الشقه وعملها سيراميك ومأجرها بالجثتين. في الوقت ده تقدم بلاغ في القذافي بعد ما اكتشفوا ان القذافي باع بالتوكيل اللي معاه كل املاك رضا. في نفس الوقت كان في كميه قضايا نصب مرفوعه على القذافي. راح هرب لاسكندريه، بس سافر اسكندريه بقى ببطاقه رضا صاحبه وبدأ حياه جديده خالص باسم رضا مهندس الالكترونيات. وهناك قتل ضحيته ياسمين اللي نصب عليها في 45,000 جنيه وقتلها ودفنها في مخزن. يعني هو ما كانش بيتزنق في دفنه، كان بيتصرف في الحقيقه. وبعدها اتجوز الجوازه اللي كانت السبب في القبض عليه واللي طلبت الطلاق بعد 3 شهور. فقرر يعاقبها انه يسرق بيت ابوها، ما هو لازم يخرج باي مصلحه. وراح يبيع الذهب لجواهرجي. من حظه ان الجواهرجي ده عارف المشغولات اليدويه دي وعارف مين صاحبها وبلغ عنه واتقبض عليه عشان دي تبقى النهايه. القذافي في رحله الجرايم دي بين قتل ونصب عاش بشخصيات كتير، مش شخصيه رضا بس، ده لقوا معاه بطايق باسامي كتيره جدا. المهم بعد ما اتقبض عليه حاول المحامي يدعي ان القذافي مريض نفسيا، ولكن بعد ما اتحبس في العباسيه بفتره تم اثبات انه بكامل قواه العقليه. لما قابل امه في مرحله التحقيقات ما كانش ندمان على حاجه وقال لها انا مش ندمان وكلهم كانوا يستاهلوا. بس سؤال بجد، هو هل اللي يعمل الجرايم دي ممكن يبقى انسان عاقل؟ ويا ترى المسلسل هيكمل ازاي؟ هل صناع المسلسل هيخلونا نتعاطف مع الشخصيه او مع احمد فهمي؟ هل هنلاقي اسباب لكل الجرايم دي؟ عقد الطفوله او اسباب حياتيه؟ مش عارف. يعني المسلسل لسه شغال وهنشوف هيحصل ايه. واكتبوا لي كده في الكومنتس توقعاتكم للمسلسل ايه.